خد بالك يا ابو سيد، هي الصعوبه ان انت تنجح في الظروف الصعبه دي، بس دي بتبقى برضو راجعه لحاجات كتير قوي، مش انا بقى، النادي. طبعا. اكيد مجالس الاداره كان وقتها بقى، يعني شوف بقى والله ده ال عظمة النادي، يعني طبعا. انا كنت شاهد عيان في الموضوع، وكنت شاهد ايه ده، انا كنت عايش في الموضوع. يعني من عظمة النادي ان احنا كنا اكننا عيلة واحدة، ايوه. مش كأننا احنا ايوه. كنا كنا فعلا عيلة فعلا واحدة. بالظبط كده. يعني اكن كل واحد حواليا او جنبي كان اخ بالنسبة بالظبط لي. بالظبط يعني بالظبط. بتتعامل معاه كأنه اخوك من وكنا بيتك. بنخاف على بعض قوي قوي قوي. قوي قوي. فعشان طبعا. كده ربنا كرمنا فيها. ففتره كبيره زي ما حضرتك قلت مم. كده، كل مدرب بيجي، بس هي انت بقى اثرت بايه؟ يعني انا مم. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي خالص يعني. بس انا لما جيت النادي الاهلي، انا خد بالك وانا موجود، التطور لازم يتم، مم. لازم يحصل تطور في المكان ده. فالحمد لله رب العالمين اشتغلنا مع الحراس اللي كانوا موجودين وحققنا بيهم نجاحات كبيره، وصلنا للنهائيات وخدنا بطولات كتير الحمد لله. وبعدين بدأ يحصل تطور بقى، يبقى يعني حضرتك فاكر برضو الشناوي وعلي لطفي مجيب جون برضو طبعا. وانت موجود. طبعا. فالشناوي برضو ده موضوع ان انت تجيب الشناوي كحارس مرمى يجي من بره بعد ما مشي 2008، وبعدين يقعد في النادي الاهلي بقى، هو دلوقتي بقى انا بعتبره الحارس التاريخي للنادي الاهلي دلوقتي، ان لم يكن هو، يعني ممكن هو يكون هو الافضل دلوقتي بالارقام. كبطولات تقصد؟ كبطولات طبعا. مم. بالبطولات الشناوي دلوقتي ما شاء كبطولات الله طبعا، لكن يعني في مواهب طبعا، يعني اه ده في لسه مواهب طبعا، هنتكلم لا عنها. مواهب طبعا. كتير. انا بتكلم دايما لما تتكلم تقول البطولات بقى والارقام، بما اننا بنتكلم بالارقام يعني. بالارقام يعني. مم. فالشناوي لما انت تجيبه في 2016 وبعدين يكمل لحد دلوقتي، بتتكلم في 8 9 سنين في النادي الاهلي.